اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بكم حبايبي في حلقة جديدة معانا النهاردة قناتنا أرياف ومدن. هنعمل مع بعض النهاردة الفطير المشلتت، بس مش أي فطير. هنعمل فطير باللحمة المفرومة كده، دلع شوية دلع بقى ما شاء الله، حاجة كده في منتهى الجمال. شايفين بقى الفطير بتاعنا مورق وحلو جدا جدا. يلا بينا بقى نشوف طريقتنا ومقاديرنا. لو أول مرة تشوفي قناتنا ما تنسيش اشتراك في القناة ولايك للفيديو وتعليق حلو زيك. عندي بقى كمية دقيق، كيلو ونص من الدقيق او كيلو دقيق على حسب طبعا الكمية اللي انتي هتحتاجيها او هتعمليها. معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من السكر، عندي بقى المية. هي دي كل المقادير بتاعتنا حاليا. هنبدأ نعجن بقى العجينة بتاعتنا، هتكون عجينة بتلزق معانا. العجينة لازم تكون بتلزق يا بنات، علشان لما تيجي تفرديها تبقى سهلة الفرد معاكي، والفطير يطلع معاكي طري وجميل. لكيلو دقيق نص كيلو مية، فانا حاطه كيلو ونص من الدقيق. هعمل 3 فطاير، 2 باللحمه المفرومه وواحده ساده. شايفين بقى هنا عندي خلصت العجين، هسيبها بقى ترتاح نص ساعه او ربع ساعه، هغطيها واسيبها ترتاح. ويلا بينا نشوف هنعمل بقى الحشوه بتاعتنا هنعملها ازاي. طبعا انت ممكن تستبدلي الحشوه بتاعتك باي حشوه انت عايزاها، يعني مش شرط تكون لحمه مفرومه بالبصل، او ممكن بصل بس. يعني في طرق كتيره جدا ممكن تحشي بيها الفطير، او ممكن تعمليه ساده وتاكليه بقى بالعسل الاسود وبالعسل الابيض، وكمان الجبنه القديمه، اي حاجه انت حبيها بقى. عندي هنا نزلت بمعلقه كبيره من السمنه، معلقه كبيره من الزيت. عندي بصلتين كبار انا مقطعاهم زي ما احنا شايفين كده قطع، علشان انا مش عايزه البصل بتاعي ناعم، علشان الناعم ده هيعجن جوه الفطير، فانا عايزاه كده متقطع كبير زي ما احنا شايفين كده، يعني لا هو كبير ولا هو صغير. هحمر بس البطاطس هحمر البصل بتاعي شويه. هنزل بقى بطماطمايه صغيره خالص، وقرن فلفل صغير قوي، طبعا دول اختياري. طبعا انت ممكن تعمليها بالسجق، اي حشوه بقى انت عايزاها حلوه، عايزاها حادقه، ممكن تحشيها اي نوع جبن، اي حاجه. يعني بصي الفطير ده فنيني فيه، يعني اهم حاجه بس ان انت تعملي العجينه كويس جدا وتطلع معاكي ناجحه. يعني ما فيهاش اي افتكاسات بصراحه عجينه الفطير. هي بتحتاج بس عجن شويه، يعني من 10 دقايق لربع ساعه تقعدي تعجني فيها عجن مستمر، علشان تمط معاكي وتبقى زي الاستك كده، تمط معاكي وانتي بتفرديها ما تتقطعش منك. انا هنا بقى نزلت باللحمه المفرومه، حطيت التوابل بتاعتنا، ملح وفلفل اسود، وطبعا بابريكا، جنزبيل، وشويه قرفه، يعني توابل بتاعتك بقى، وملح، التوابل بتاعتك اللي انت بتفضليها ابدأي حطيها. هنا بقى العجينه بتاعتنا ارتاحت، هنبدأ نقطعها كده. طبعا انا هقطعها على قد عدد الفطاير اللي انا هعملها. انا هعمل 3 فهقطعهم كده، يعني من 21 كورة ل20 كورة تقريبا، من 21 ل20، علشان خاطر اعمل كل 7 كور في فطيرة، علشان تكون مقاسها كويس وتكون طرية معايا مش ناشفة. هنبدأ بقى نكور العجين بتاعنا كده ونسيبه يريح، وهنبدأ بأول كورة عملناها خالص. لو اول مرة تشوفينا وتشوفي قناتنا، اشتراك في القناة ولايك للفيديو وتعليق حلو منك، وقوليلنا طريقتك في الفطير بتكون عاملة ازاي. يا رب الحلقة تكون عجبتكم. طبعا احنا بنحتار كتير في الاكل، فده يعني يوم كده انت ممكن تغيري فيه وتعملي لهم مفاجأة وهم جايين من المدرسة، او دروس بقى او الكلام ده. ممكن تعمليه عشاء كمان، تعمليه حلو، ممكن تعمليه حادق على الغدا، ممكن يفطروا بيه، تقللي بس الدهون شوية فيه لو هيفطروا بيه، وتسويه على الطاسة. بس طبعا بيكون كل 2 مع بعض كده، ما يبقاش طبقات كتير علشان يستوي معاكي كويس. لسه بقى مستمرين في عمل الكور بتاعتنا، علشان لما نيجي نفردها تكون مظبوطة معايا.
قوليلنا طريقتك في الفطير وايه اكتر طريقة نجحت معاكي، والمقادير بتاعتنا اخبارها ايه معاكي. يا رب حلقة تعجبكم، متنسوش اشتراك في القناة ولايك للفيديو وتعليق حلو زيكم. قوليلي كمان من اي بلد بتشاهدينا وتعليقك جاي منين، الفيديو راح فين وجاي منين. تمام كده زي الفل. انا هنقلهم بقى على صينية على جنب كده وهغطيهم علشان ما يعملش قشر على العجين بتاعنا. تمام، نظبط بس الكاميرا. زي ما احنا شايفين بقى انا جهزت العصاجة عندي او الحشوة بتاعتي. عندي هنا سمنة على زيت، وكمان معلقة كبيرة من قشطة وش اللبن لو متاحة، معلقة كبيرة من النشا. دي اللحمة بتاعتنا اللي احنا عصجناها مع بعض، او لحمة بالبصل كده. هبدأ بقى اجيب شوية زيت علشان افرد عليها. نزود زيت، انا طبعا دهنة الصينية بس هزود زيت شوية. هنبدأ نفرد بقى مع بعض. شايفين ما شاء الله العجينة زي الفل بتتفرد معايا ازاي، علشان العجينة بتاعتي طرية. مهم جدا العجينة بتاعتك تكون طرية بتلزق معاكي علشان تتفرد معاكي كويس. طبعا لو اتقطع منك عادي جدا جدا. هنعمل طبقات كتير دلوقتي وكله هيدخل في بعض وهتبقى زي الفل. انا هعمل 2 باللحمة المفرومة، وهعمل واحدة سادة علشان لو حد حابب ياكل بجبنة بعسل يبقى متاح برضو. كله موجود، يعني مفرضش عليهم اللحمة المفرومة بس، لا هعمل الاتنين ان شاء الله. هنقفل بقى من الجناب. شوية سمنة، طبعا انتي بتبلي ايدك طول الوقت بسمنة وزيت علشان تكون معاكي مورقة. ممكن تطبقيها كده وتسيبيها، ممكن تلميها زي البقجة كده براحتك خالص. في النهاية هنحطها في واحدة تانية، هنشوف مع بعض بس مع بعض. نجيب واحدة كمان. هنفرد على سمنة بقى علشان تفرد معايا بسرعة. شايفين بقى ما شاء الله بتجري معايا على الترابيزة بتجري زي الفل. العجينة علشان تكون ناجحة معاكي اعجنيها كويس قوي، وكمان سيبيها ترتاح. يعني مهم قوي ان انت تسيبي العجينة بتاعتك ترتاح علشان خاطر ما تتقطعش منك. وطبعا هتفضل تفردي فيها وترجع تكش منك تاني لو ما سبتيهاش ترتاح. فمهم جدا ان انت تسيبي العجينة بتاعتك ترتاح. حط لحمة مفرومة. نجيب الكرة اللي عملناها اول واحدة، نقفل. تمام جدا. وهكذا بقى هعمل كل ال7 كرات بالشكل ده. يعني كل 7 8 على حسب انت عايزاه الحجم بتاعها قد ايه. طبعا في صواني للفرن كبيرة جدا. يا سلام بقى الفطير ده لو مخبوز في فرن بلدي الفلاحي، يا جماله يا جماله. طبعا انا عاملاه في الفرن البوتاجاز لاني انا مش متاح عندي الفرن الفلاحي. والفرن بقى البلدي بيبقى محتاج بعد خبز وبتاع والكلام ده، لكن الفرن الغاز اللي عندك في البيت فرن البوتاجاز متاح بقى تعملي الفطير ده في اي وقت.
ممكن تعمليه مثلا لو بتسهري بالليل ممكن تعمليه بالليل وتبدأي تسخنيه الصبح كده، او لو هيكون غدا بيكون بقى بتبدأي تسخنيه وبعد كده بالهنا والشفا. شايفين بقى حبيباتي احنا بناخد نحط الكور اللي عملناها كلها في قلب واحدة، يعني زي ما احنا شايفين كده مع بعض بقى، يعني الموضوع مش محتاج شرح، يعني الفيديو بيتكلم. حلو جدا. نحط سمنة بقى وعلشان تورق معاكي، يعني السمنة والزيت فايدتهم علشان خاطر تورق معاكي، مهم جدا تحطي بقى سمنة وزيت او اللي احنا حاطينه في الطبق ده، سمنة على زيت على قشطة على معلقة صغيرة او معلقة كبيرة من النشا. مستمرين مع بعض بقى في الفرد معانا. طبعا الفيديو طويل شوية معلش، بس عشان خاطر البنات الصغيرين اللي لسه بيتعلموا نعلمهم بقى الحاجة على اصولها، يعني واحدة واحدة كده، علشان ما تقولكش ده عدى مني حاجة، طب اعمل ايه انا دلوقتي؟ طب احنا كنا بنات صغيرين وبرضو محتاجين اللي يعلمنا. كنا طول الوقت بقى في التعليم، انتوا فاهمين، ما بيبقاش الام هي اللي بتعمل كل حاجة واحنا بقى علينا ناكل وخلاص. لما البنت بتيجي تتجوز بتبقى محتاسة شوية، واحدة واحدة على ما بتتعلم بقى كل حاجة، واليوتيوب علمنا كل حاجة وكل الوسائل اللي حوالينا على النت علمتنا كلنا حاجات كتير جدا. بس طبعا انا متعلمة الفطير ده من مامتي، ربنا يا رب يخليها لي ويبارك لي في عمرها. شايفين بقى الجمال ما شاء الله، العجينة زي الفل، يعني العجينة حلوة قوي 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 ما شاء الله. طبعا اول ما بدأت شغل في الفطير يا بنات، اول ما بدأت فرد كده انا شغلت الفرن بتاعي. مهم جدا انك تشغلي الفرن علشان الفرن بتاعك يكون سخن لما تيجي تحطي الفطير فيه. الفطير بيحتاج فرن سخن، خصوصا لو فرن البوتاجاز لازم الفرن بتاعك يكون سخن. اول ما بياخد بقى لون من تحت كده، يعني مش لون غامق كمان علشان ما ينشفش منك، لو سبتيه كتير في الفرن هينشف معاكي. ياخد لون معاكي اللون الذهبي الفاتح كده، ابدأي افتحي الشواية عليه، وبعد ما ياخد لون طلعيه غطيه. غطيه بقى بغطا حلة او حطيه في حلة كبيرة كمان، وابدأي غطي عليه. ما عندكيش حطيه على صينية فطار دي وابدأي غطيه. عندك بقى فوطة المطبخ تكون نظيفة كده، وابدأي غطي الفطير بتاعك. مهم جدا ان انت تغطيه علشان الفطير بتاعك يكون طري معاكي، لكن لو سبتيه في الهوا كده هتلاقي الفطير معاكي نشف وجلد ومش هيكون حلو خالص. فمهم قوي كمان ان انت تعمليه وتكوني مخلصاه مثلا قبل ما هتحطي الاكل تقريبا بساعة، علشان يبدأ يطرى معاكي ويبقى فيه وقت. شايفين ما شاء الله حاجة كده زي الفل. يلا احنا كده خلصنا السبع كرات بتوعنا وكده تمام قوي. عندي بقى صاج الفرن بتاعي، ما عندكيش صاج الفرن ابدأي حطيه في صينية عندك. عندي بقى حتة قشطة كده من وش اللبن، هتودي الفطير بتاعك في حتة تانية خالص. هسيبها ترتاح شوية علشان هي مش هينفع نفردها دلوقتي. بتسيبيها ترتاح بتاع 5 دقايق وبعد كده هتبدأ ايه تفرديها زي كده. لو خلصتي وبدأتي تفرديها مش هتتفرد معاكي بسهولة. تسيبيها 5 دقايق تريح هتلاقيها بتتفرد معاكي زي الفل.
طبعا مش هنرفعها يعني الى حد ما، يعني سمكها يكون كويس، لا هي تخينة قوي ولا هي رفيعة قوي، علشان ما تكونش سميكة، تبقى غلسة ودمها تقيل كده وما تكونش رفيعة مننا تنشف معانا. هنبدأ بقى ندخلها الفرن. خلاص احنا حطينا بقى القشطة وكله تمام وفيها زيتها وسمنتها وكله تمام زي الفل. يلا بينا بقى ندخلها الفرن مع بعض. اللهم بارك. يا ما شاء الله يا ما شاء الله، خلصنا بقى الفطير بتاعنا وخلصنا عجن وخلصنا خبز يا بنات، والله كان يوم جميل وزي الفل. الفطير عجب الولاد وباباهم جدا جدا، والفطير كان زي العسل. عملته قبل كده بالبصل، عجبهم قوي قوي، فده شجعني بقى ان انا اجود من عندي واعمله بلحمه مفرومه علشان يعجبهم اكتر. شايفين بقى الفطير بتاعي زي ما قلت لكم، انا طلعته من الفرن وغطيته وقدمته تقريبا بعد ساعه او ساعه الا ربع، وكان لسه سخن. شايفين ما شاء الله لسه سخن زي ما احنا شايفين كده بقى. ده العسل وجبنه قديمه علشان خاطر اللي هياكل، عامله الفطيره اللي في النص دي ساده من غير اي حاجه، علشان اللي حابب بقى يحلي وياكل عسل او يحدق بجبنة، كله عندنا موجود. كده خلصت حلقتنا، يا رب الحلقة تكون عجبتكم. بشكركم، شكرا لكم، سلام عليكم، مع السلامة.